بعد أن وعدت بالتعري كليا في حال فوز المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم في قطر. ظهرت عارضة الأزياء الأرجنتينية لوسيانا سالازار وهي ترقص بطريقة مثيرة في شوارع قطر قبل دخولها استاد لوسيل الذي كان شاهدا على تحقيق التانجو للقب العالمي. وظهرت عارضة الأزياء الأرجنتينية لوسيانا سالازار وهي ترقص بطريقة مثيرة بينما كانت متوجهة إلى استاد لوسيل المونديالي. وقالت لوسيانا: سأركض عارية في شوارع قطر إذا فازت الأرجنتين بكأس العالم. وشاركت سالازار مع متابعيها مقاطع فيديو وصور لها بينما كانت داخل استاد لوسيل مرتدية تيشيرت التانجو. وحظيت لوسيانا سالازار باهتمام وسائل الإعلام الدولية قبل مونديال قطر، حيث وعدت متابعيها بالتعري بشكل كامل على الملأ في قطر إذا فاز المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم. لكنها وعلى عكس ما وعدت لم تظهر بملابس عارية، ويبدو أن القوانين القطرية قد حالت سدا منيعا دون ذلك، حيث تعاقب حكومة قطر بشكل حازم كل المظاهر المخلة بالحياء والأخلاق العامة. المثير في وعد عارضة الأزياء الأرجنتينية لوسيانا سالازار أنه ليس الأول من نوعه إلى متابعيها، لكن الجديد في هذه النسخة المونديالية التي تحتضنها قطر وعلى عكس المشاركات الثلاثة الأخيرة للتانجو هو رفع ميسي وزملائه للكأس الذهبية، وبها أصبحوا أبطال العالم لكرة القدم. كما يذكر في السياق أن عارضة الأزياء الأرجنتينية لوسيانا سالازار كانت قد وعدت البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي طيلة 3 سنوات.